السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة ما شاء الله خامس يوم من أعظم أيام السنة. لو تفتكروا كده الفيديو اللي فات واللي قبله كنا بنتكلم عن فضل الأيام العشر وازاي ان احنا ندخل كده عليهم بقلب جامد ونحاول نغتنم كل يوم وكل دقيقة فيهم. دلوقتي احنا اهو خامس يوم. طب يا ترى احنا عملنا ايه في الايام اللي فاتت؟ ويا ترى احنا فعلا حاسين ان احنا اغتنمنا الايام دي، ولا كنا لسه مشغولين وتايهين وقلنا لسه الايام طويلة؟ بصوا بقى، الفيديو ده ولا وعظ ولا خطبة، دي مجرد دردشة كده من القلب، اراجع نفسي وراجعكم، لان اللي جاي اهم صراحة من اللي راح. لسه قدامنا وقت نلحق، بس لازم يا جماعة نبدأ من دلوقتي. بصوا يا جماعة، النبي صلى عليه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني العشرة دول أهم عند ربنا من آخر عشرة في شهر رمضان. ليه؟ لأن ربنا بيحب فيهم العمل أكتر من أي وقت تاني. يا تخيلوا كده الأيام دي متغطية بكم نوع من العبادة. الأيام دي يا جماعة فيها صيام وفيها قيام وفيها صدقة وفيها ذكر وفيها تكبير. يعني ربنا مديك مساحة مفتوحة لكل عمل صغير ليه وزن كبير جدا في الميزان. طب احنا دلوقتي في اليوم الخامس، يعني فاضل قدامنا 4 ايام كده حوالي، ايوه 4 ايام، منهم يوم عرفة اللي هو اعظم يوم في السنة. فاضل فرص ذهبية كتير اهي، لازم نعرف نغتنمهم ازاي. طب نعمل ايه في الايام الجاية؟ وايه هي النصايح اللي نمشي عليها؟ اولا يا جماعة الصيام. لو مش قادرة تصومي كل الايام، صومي اللي تقدري عليه. يوم عرفة ده طبعا لازم نخطط له من دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان صيامه بيكفر سنتين، سنة فاتت وسنة لسه جاية. يعني يوم واحد بيساوي شغل سنتين، سبحان الله قدام ربنا. الذكر يا جماعة، ثم الذكر ثم الذكر. لازم لسانك يبقى رطب بذكر الله. كلام بسيط جدا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما تنسوش طبعا التكبيرات كمان. طول ما انت ماشية أو قاعدة أو بتعملي أكل في المطبخ أو حتى داخلة تنامي على السرير، ما تنسيش الذكر. بعد كده الصدقة اليومية لو حتى ب5 جنيه كل يوم، لو حاجة بسيطة في السر كده، هي عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده قيام الليل، لو حتى ركعتين، حتى لو بعد ما الولاد كده يناموا او بعد ما تهدي كده الدنيا وتخلصي كل اللي وراكي، قولي لربنا: يا رب انا لسه في ايام وانا جايه يا رب وعايزه ابدا. الايام دي يا جماعه الدعاء فيها مستجاب سبحان الله. قولي كل اللي نفسك فيه، حتى لو كانت حاجات بسيطه جدا او لو كانت حاجه صعبه جدا او انت شايفاها صعبه، بس ربنا بيحب يسمعك. التوبه يا جماعه دي فرصه العمر. قولي: يا رب ثبتني، يا رب توب عليا، يا رب سامحني، يا رب انا جايه من قلبي المره دي. بصي، لو كنت لسه ما عملتيش حاجه في ال4 ايام اللي فاتوا، مفيش مشكله، اللي فات مات، وربنا سبحانه وتعالى بيبص للقلوب مش للارقام. يعني لو قلبك صادق وربنا شايف انك انت فعلا عايزه، هو هيعينك ويبارك لك في كل لحظه. لو تقدري تختمي القران ماشي، ما تقدريش قولي ايه كل يوم، مش لازم الكمال، المهم الاخلاص. بص يا جماعه، العشرة دول مش زي اي عشرة. دي ايام ربنا سبحانه وتعالى بيحب فيها العمل، بيقرب من عباده، بيغفر، بيرزق، بيعتق من النار. يا جماعه ليه يا جماعه نضيعهم؟ ليه ما نخليهمش نقطه تحول في حياتنا؟ ليه ما نخليهاش البدايه؟ خلي عندكم نيه من دلوقتي، بس النيه تكون صادقه، ان انت تغتنمي الباقي وتخلي العشرة دول ذكرى حلوه ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. في اخر كلامنا يا جماعه، ما تنسوش الذكر ثم الذكر. اللهم يا حي يا قيوم يا رحيم يا كريم، بلغنا يا رب يوم عرفة، وفقنا يا رب لصيامه وقيامه. يا اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار. اللهم اجعل ايامنا دي بداية جديدة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارزقنا رزق طيب مبارك فيه. يا رب اجعلنا من المقبولين. يا رب لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا رب اكتب لنا حج بيتك يا اكرم الاكرمين. ويا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم دايما في خير. ما تنسوش يا جماعة في آخر الفيديو ندوس لايك واشتراك لزيادة الأجر وعشان يعم الخير وعشان يوصل لكم مني كل جديد. شكرا جدا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه.